محمد زكريا خبير التنميه البشريه. ازيك يا محمد؟ ازيك يا انجي؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ كويس الحمد لله. طيب عايزين بقى نبدا نتكلم كده، يعني ايه تسامح؟ يعني ايه تسامح؟ التسامح هو باختصار اني انا لو جوايا شحنه من الغضب او جوايا غضب وكره لشخص ما، ابدا اشيله، ابدا ازيله. لو زلت الغضب او الشحنه دي اتجاه الشخص الاخر فانا بسامحه. كمان مش كده بس، علشان اسامح الطرف الثاني لازم اديله عذره في اللي عمله. يعني في ناس بتقول انا سامحت بس المفروض ما كانش عمل كده، فده مش تسامح. علشان التسامح لازم ما يكونش في شرط ان هو ما يكونش تسامح مشرط، اني مثلا انا هسامح انجي بس مقابل اني اسامح انجي لازم تعملي كذا كذا 1 2 3 4. ده مش تسامح. ده مش تسامح. ده مش تسامح. لان انا علشان اسامحك انا عملت كده مقايضه، قلت لك انا هسامحك بس بشرط انك تديني 1 2 3 4. ده مش تسامح خالص. انما التسامح اني لما تيجي تقولي سامحني اقول لك خلاص انا مسامحك بدون اي شروط ولا اي حاجه، خلاص سامحني خلاص انا مسامحك. هو ده التسامح. طيب امتى بقى يكون التسامح ده صح وطبيعي وكويس، وامتى يكون تفريط في الحق، او ان انا كده سبت حقي، او ضحك عليا، او امتى؟ هو التسامح في كل الاوقات خير وصح، الا بقى اوقات معينه ان مثلا هسامح شخص ما فهيتعدى حدوده بعد كده ويبدا يحس ان انا ضعيف مش قادر اخد حقي. لان التسامح من شروط التسامح ان اكون قادر اخد حقي، بس انا اللي مش عايز اخده. انا عافيت عن كده اني اقدر اخد حقي من الشخص الثاني، بس خلاص انا مش عايز حقي ده، مش عايز حقي ليه؟ لاني خلاص انا سبتك لله، اقدر اخد حقي ده ربنا يعوضني بيه. انما لما اكون مش قادر اخد حقي من شخص ما وابدا اقول له انا سامحتك، لا ده مش تسامح. لا ده ضعف، انا مش قادر اخد حقي منه. فالتسامح دايما الشخص المسامح بيبقى في حاله قوه، وهو الايد العليا زي ما بيقولوا. اوكي. طيب ليه في مواقف ساعات الواحد ما بيبقاش قادر ياخد يعني قرار ان هو يسامح حد فيها؟ ليه بيحصل؟ ليه يعني انا عارفه ان انا ممكن اسامح اللي قدامي بس مش قادره، يعني متضايقه قوي مثلا لدرجه ان أنا مش قادره اسامحه. ليه؟ هو بص، التسامح لما اجي مثلا اقول لانجي سامحي بالنسبه لي انا سهله، انما لو انا هتحط في موقف ان اكون انا اللي بسامح صعب. وعلى فكره التسامح يمكن الناس تقول لا والله انا بسامح الناس، بس لما اتحط في موقف ما يقدرش يسامح. لان التسامح يعني شيء صعب مش وعايز سهل تدريب. طبعا. مش سهل، لا مش سهل خالص. وهو على فكره تعود، هو عايز زيه زي اي حاجه في الدنيا عاده وعايز تدريب. ان ابدا مثلا انا دلوقتي حد عمل معايا حاجه فعايز اسامحه، هبدا اخد اول خطوه هعمل ايه؟ هحط نفسي مكان الشخص التاني. لان اكيد الشخص التاني ده عنده بدل العذر 100 عذر ان هو يعمل الحاجه اللي عملها دي. ولو حطيت نفسي مكان الشخص التاني هبدا اديله اعذار. ولو اديته اعذار هبدا لما ارجع ليا انا تاني خلاص، اللي هي دي بيسموها سياسه كما لو. احط نفسي مكان الطرف التاني فهبدا اعرف هو فكر كده ليه. يمكن الشخص التاني ده انا لو اتحطيت مكانه كنت هعمل برضه نفس اللي هو عمله. فانا لو عملت كده في كل موقف يحصل لي في حياتي هبدا ادرب نفسي وادرب عقلي ان اسامح. ولو سمحت ده شيء حلو قوي على فكره. التسامح بقى في مزايا كتير قوي وانا ماشي في الدنيا كده. يعني في حاجه اسمها علم الطاقه. علم الطاقه ده بيقول ان جسم الانسان كله عباره عن فيه 14 مسار رئيسي للطاقه. المسارات دي بتبقى متوصله بحاجه اسمها الشاكرا. الشاكرا دي يعني عجله من الطاقه ماشيه جوه الانسان. الطاقه دي اللي هي صحه الانسان او الطاقه اللي يقدر يعمل بيها الحاجه. فاحنا عندنا 7 شكرات. ال7 شكرات دول في حاجه اسمها دوره التسامح. ازاي بقى لو سامحت او ما سامحتش بتمشي في الجسم. احنا عندنا اول شكرة بتبقى موجوده تحت الظهر هنا اسمها الشكرة الجذريه. دي مرتبطه بي انا على الارض. في شكرة تحت السره كده اسمها الشكرة المقدسه، وفي فوق السره الضفيره الشمسيه. في هنا شكرة القلب الحنجريه، وفي العين الثالثه، وفي شكرة التاجيه. اوكي. لو انا دلوقتي مثلا متخاصم مع حد وشايل له الكره ومش قادر ان انا اسامحه، اللي بيحصل ان الشكرة اللي تحت اول شكرة اللي هي الجذريه بتبدا تقفل وتبدا ما تستلمش طاقه كويس، فيبدا صحتي تقل، فاحس اني مايل للارض اكتر. علشان كده نقول ايه؟ الشخص اللي بيسامح نحس ان هو ماشي طاير، انما اللي ما بيسامحش يحس ان هو الارض واخداه لتحت. فده اول حاجه. يبدا بعد كده هتطلع الطاقه بتاعتي لفوق اللي هي السره المقدسه اللي تحت السره. الشكرة دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها الشعور، تنقل الشعور من الناس لبعض. فتبدا تديني انا، تقول لي خد شعور انك تكره الشخص ده. لو خدت الشعور اطلع للشكرة اللي فوقها اللي هي الضفيره الشمسيه، دي بتاخد القرار ابدا خلاص انا كرهتك. يطلع فوق عند شكرة القلب، تبدا القلب يقول ايه؟ القلب ده مسؤول عن الحب والكره. فيبدا القلب يقول لي اكره الشخص ده، فابدا اكرهه. يطلع فوق عند الشكرة اللي هنا اللي هي الحنجريه او الدرقيه، الشكرة دي مسؤوله عن الكلام. فلو قلبي خد قرار قال لي اكره ده، هبدا اتكلم عنه وحش. ماشي. لو قلبي اللي هنا قال لي لا خلاص سامحه، هبدا هنا اتكلم عنه حلو كويس. او ربنا يسامحه. لو وصلت بقى لهنا وبتكلم عنه وحش، اللي هيحصل ايه؟ هيبدا يطلعني شكرة العين الثالثه. شكرة العين الثالثه دي
تعمل حاجه من الاثنين، حاجه اسمها توقع بالمستقبل، ان هي لو الطاقه اللي فيها ايجابيه هلاقي نفسي مثلا ايه، بحس ان هقابل حد فقابله، اللي هو الناس تقول انا حلمي بيتحقق. انما لو ما سامحتش حد بيحصل بقى العكس، بتشتغل على الاوهام، تبدا توهمني دايما ان انا رايي صح. عشان كده لو انا مخاصم حد انا دايما رايي صح. انا رايي صح ليه؟ لان الشكره دي وهمتني ان انا رايي صح. يبدا اطلع بقى للشكره التاجيه اللي فوق خالص، الشكره دي علاقتي بربنا. فطبعا بما اني مخاصم ونازل طاقتي كلها للارض، فانا علاقتي بربنا مش كويسه. فشايفه يعني علشان بس ممكن ما سامحش واحد بس، او علشان مثلا ما سامحش الناس، اللي بيحصل ان في دوره كامله بتبدا من اول الجذريه تطلع يديني الشعور والاحاسيس لحد ما يطلع اتكلم عنه واخد القرار، وبعد كده خلاص انا مش عايز اشوفه تاني. اوكي. طب احنا معانا تليفون من محمد. الو. الو. ها يا محمد، ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. فقرة السامح، انا تعاركت مع واحد وقال لي بيقول لي سامحني، يعني هو مش عارف معورني جامد، فبيقول لي سامحني وكده يعني. فانا محتار يعني اسامحه ولا لا، يعني هو معورني وانا معوره. اوكي. يعني انت خدت حقك. طيب تابعنا يا محمد وهنرد عليك حالا. طيب بيقول لك هو اذيه والتاني يعني هما الاثنين اذوا بعض، وبيقول له دلوقتي سامحني، هو مش عارف يسامحه ولا لا، يعمل ايه؟ ده انت تسامحه وتقول له كمان سامحني، يعني يعني انتوا الاثنين كده في نقطه تعادل، لان انتوا خلاص اتعادلتوا بالظبط بقى، انت خدت حقك وانت خدت حق يعني. ولو هو اللي جاي عليك وقال لك سامحني خلاص، اصل معناه ان هو عرف غلطه، واي انسان بالدنيا هيغلط عادي، ودي حاجه اي حد مثلا يجي لي انا كمحمد زكريا يقول لي سامحني خلاص انا مسامحك، يعني ايه المشكله؟ بس برضه ما هو برضه مش عايزين برضه يعني ساعات ما هو ممكن يكون حد اذاك جامد قوي هتسامحه عادي. ده بقى بتيجي للسنس بتاعنا، ان ممكن مثلا حد يجي ان هو غلط فيا غصب عنه، ده عادي غصب عنك خلاص انا سامحتك، بس بقى يعني خلي بالك بعد كده، خد بالك بعد كده، لان انا زعلت بس مسامحك. بس يعني حد عمال يأذيك هتفضل تسامحه؟ لا، هبدا اخد موقف بقى اقول له ان انا قادر اني اوقف الاذى ده، وقادر كمان ان اذيك زي ما انت بتاذيني، بس انا مش هعمل كده. فمقابل كده انا مسامحك بس مش هتعامل معاك تاني. يعني ما التسامح شروط، ان ممكن اسامح حد واتعامل معاه، واسامح حد واخد على حذر منه، واسامح حد بس ما اتعاملش معاه، بس على الاقل ابقى انا مظبط طاقتي. انت عارفه غاندي قال ايه؟ غاندي طبعا مجاهد عظيم. طبعا غاندي اللي هو قال كلمه حلوه قوي، قال انا ما بحبش التسامح. جميل، بس ما لقيتش حل افضل منه. يعني قال انا كغاندي مش حابب التسامح، بس ما فيش حل افضل منه، لو في حل افضل منه كنت عملته. كمان احنا مأمورين على فكره بالتسامح، يعني القرآن الكريم بيقول في سوره النور ربنا هيسامحنا، بيسامحنا، يعني هو قال لنا انا هسامحكم. قال بالظبط ايه في سوره النور؟ وليعفوا وليصفحوا، ماشي، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ يعني فيما معناه يعني بالزبط. ربنا بيقول لو سامحتوا انا هسامحكم، فده بقى رد الفعل. كمان في الانجيل في برضه حاجه حلوه قوي بتقول ايه، في ايه بتقول في الانجيل من استغفر لمن ظلمه فقد هزم الشيطان. يعني انا دلوقتي لما واحد يجي يجني عليا او يعمل فيا حاجه، وابدا مش بقى اسامحه، لا ده انا كمان هستغفر له، يا رب سامحه. لو عملت كده فانا هزمت الشيطان، لان الشيطان عمال شغال عايز نأذيه واذيه اكتر واذي نفسي انت قوي ما تقدرش تاخد حقك، يا ده الناس هتقول عليك كذا كذا. صح. طيب يعني احنا دلوقتي نقدر نقول احنا قلنا اوكي التسامح ده حاجه حلوه. حاجه تانية، التسامح ده ممكن برضو يحسن علاقات الناس ببعض والازواج ببعض والاعداء. يعني انا لو عندي عضو يعني حد عدوي لو سامحته ده ممكن يحسن علاقات. حلو قوي. بصي احنا دلوقتي العقل شغال ازاي؟ العقل شغال في حاجه اسمها العقل الباطن. العقل الباطن ده شغال بحاجه اسمها الطاقه دي بتبقى لما بفكر، مجرد ما بفكر في اي حد في الدنيا بيبدا هو يحس بيا. جميل، فببدا انا اطلع تردد من عقلي يوصل له ويبدا العكس. فلو انا بفكر فيه سلبي هيحس بيا. ايوه الطاقه السلبيه والايجابيه دي حاجه مهمه جدا، ان احنا بنبعت يا جماعه طاقه سلبيه او ايجابيه على حسب الناس اللي احنا قاعدين معاها، وعلى حسب احنا مودنا عامل ازاي، وعلى حسب احنا عاملين ازاي. دي حاجه انا مقتنعه بيها. في ناس مش مقتنعه بالكلام ده، بس انا مقتنعه بده. انا ممكن ابقى قاعده معاك دلوقتي وموصله لك اشارات ايجابيه ان انا في مود كويس، فانت تبقى